السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. شركة أونر بقى بتعلن عن هاتف جديد في السوق الصيني، هاتف قوي جدا جدا، هاتف سفاح، وهو يصنف في فئة الفلاج شيب كيلر، قاتل الفلاج شيب. هاتف بيجي بمواصفات خيالية وجبارة بسعر حنين شوية عن أسعار الفلاج شيب. وخلونا نتعرف بقى على الهاتف ده بسرعة، وأول حاجة نبدأ بيها كالعادة وهو التصميم. خامات الهاتف هنا بتيجي الظهر بتاعه من الازاز والفريم بتاعه من البولي كربونات او البلاستيك، وزي ما احنا شايفين تصميم الهاتف من الظهر. بامب الكاميرات اللي موجوده هنا كده متقسمه على اتنين زي ما احنا شايفين، نص علوي فيه عدستين والنص اللي تحته فيه عدسه ومعاها الفلاش، وبيجي بمحاذاتهم لوجو اونر. زي ما احنا شايفين التصميم بتاع الظهر تصميم تقليدي جدا الصراحه، ما فيهوش اي مميزات خالص. هما بيحاولوا يبدعوا في الموضوع بموضوع السهام او الشهاب اللي موجود ده زي بتاع السما كده، ولكن صراحه تصميم غير موفق خالص. انا من وجهه نظري التصميم ده مش عاجبني يعني الصراحه. ده احنا الفيديو اللي فات اللي احنا كنا عاملينه عن الريدمي 12 سي، هاتف ب $100 بس، كان تصميمه خرافي عن ده الصراحه يعني. ولكن طبعا دي مش مشكله، كله مع الجراب بيتحل يعني عادي، مفيش اي مشاكل. تصميم الهاتف من الامام زي ما احنا شايفين شاشه كامله باستثناء الهول بانش، استحواذ كويس جدا للشاشه من الواجهه الاماميه، حاجه محترمه فعلا. واللي يهمنا بقى في الهاتف من قدام هو اكيد الشاشه، والشاشه هنا شاشه مميزه جدا بتيجي من نوع اموليد بحجم 6.67 بوصه فول اتش دي بلس، بكثافه بكسلات 395 بكسل بير انش. وشده سطوع الشاشه دي يا جماعه بتوصل لحد 1400 نتس، دي طبعا شده اضاءه قويه جدا وممتازه في ضوء النهار. وكمان الريفرش ريت بتاع الهاتف هنا 120 هرتز، والشاشه بتدعم ال HDR10. فباختصار الشاشه دي كباكج على بعضها كده شاشه مميزه جدا في الفئه السعريه اللي نازل فيها الهاتف ده. شاشه اموليد الالوان بتاعتها كويسه جدا، وريفرش ريت بتاعها برضو 120 هرتز، حاجه كويسه جدا طبعا اكيد عشان الالعاب. وده ياخدنا للكلام عن المعالج. الهاتف هنا بيجي بمعالج سفاح جدا من شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 8 جين 1 بتكنولوجيا 4 نانومتر. والمعالج الرسومي الموجود هنا هو الادرينو 730. الهاتف هنا تقدر تحط له شريحتين 5G، ولكن ما تقدرش تحط له كارت ميموري. الهاتف هنا بيجي عليه السكين بتاعت اونر، وهي الماجيك يو اي 7 المبنيه على اندرويد 12. الهاتف هنا بقى بيجي بنسخ جباره جدا يا جماعه وعملاقه. الهاتف هنا بيجي معاك بنسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رامات، او تقدر تاخد ال 256 جيجا مع 16 جيجا رامات. هنا اونر بتعلي على الناس كلها يا جماعه. يعني بالنسبه للاداء في الهاتف ده هيبقى هاتف طياره جدا معاك، رامات سريعه جدا ومعالج قوي جدا جدا وسفاح. فالهاتف ده نقدر نقول ان احنا هناخد فيه تقريبا اقوى اداء في العالم، او قريب منه لاقوى اداء في العالم. حاجه ممتازه جدا وجباره في الالعاب في كل حاجه، هاتف سفاح. بالنسبه بقى للكاميرات بتاعت الهاتف هنا، الهاتف بيجي بكاميرا وحيده في الامام اكيد بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، وبتصور فيديوهات 1080 بي 30 فريم في الثانيه. والكاميرا الاماميه دي يا جماعه فيها مثبت الكتروني EIS. وزي ما احنا شايفين الهاتف من الظهر بيجي بثلاث كاميرات، كاميرا اساسيه بدقه 54 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9 بمستشعر من سوني وهو الاي ام اكس 800. الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، ودي كاميرا الالترا وايد. والكاميرا الاخيره او العدسه الاخيره 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، ودي طبعا كاميرا الماكرو. الكاميرات الخلفيه هنا بتصور فيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه. واكيد الصور اللي بتخرج من الهاتف ده مع المعالج ده صور محترمه جدا، ولكن طبعا هو مش افضل صور بتخرج من الهاتف ده. ولكن بالنسبه لهاتف قاتل للفلاج شيب في الفئه السعريه دي، فصور الى حد ما مقبوله جدا طبعا من الهاتف ده. من حبشتكنات الهاتف هنا بقى، الهاتف هنا ما بيجيش بفتحه سماعات 3.5 مللي. الهاتف هنا بيدعم ال NFC، والغريب كمان ان الهاتف هنا فيه الاي ار ريموت، ودي حاجه نادرا ما بنشوفها بره شاومي. هنا هاتف من اونر جاي فيه اي ار ريموت. وبما ان الشاشه اللي معانا هي شاشه اموليد، فاكيد البصمه الموجوده في الهاتف هنا موجوده تحت الشاشه. الهاتف هنا وزنه 187 جرام، الناس اللي بتحب تعرف وزن الهاتف. والهاتف هنا بيجي بثلاث الوان وهما الاسود والازرق والابيض. بالنسبه لحجم البطاريه بقى يا جماعه، البطاريه هنا 4800 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع عن طريق منفذ تايب سي. وسرعه الشاحن هنا 66 واط، سرعه شحن كويسه جدا وسريعه. وكمان الهاتف هنا بيدعم الشحن العكسي بقدره 5 واط، فالبطاريه هتقضي معاك الغرض جدا طبعا، ومعاك شاحن سريع جدا 66 واط. ونيجي لاخر حاجه بقى وهو سعر الهاتف. تم تسعير الهاتف ده في السوق الصيني للنسخه القليله ال 12 جيجا رامات مع ال 256 بسعر $475، يعني حوالي 11700 جنيه تقريبا، طبعا من غير جمارك من غير اي حاجه. والنسخه 16 جيجا رامات دي بسعر $520، يعني حوالي 13000 جنيه. وزي ما احنا عارفين يا جماعه سلسله اونر 80 دي لسه ما خرجتش للسوق العالمي خالص لحد الان، هي موجوده في الصين سواء النسخه ال 80 العاديه او الجي تي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ولكن كده كده طالعه للنور اكيد. وبس كده، دي كل حاجه عن الاونر 80 جي تي. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو،
تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الاشعارات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. من دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.